الشاب اللي انت شايفه ده اسمه حسام حسن عبد القوي. توفى في حفلة محمد رمضان لانه كان عامل من عمال الفاير ووركس هناك. ايه اللي حصل في الحفلة وايه حتى اللي ما تصورش هقوله لك. حفلة محمد رمضان كانت شغالة عادي وما كانش فيها اي مشاكل، وفجأة قبل ما نتهم محمد رمضان، محمد رمضان هو الوحيد، مش اول واحد، هو الوحيد اللي نزل للمصاب في اول لحظة، ما استناش الاسعاف. مش هنعمل زحمه نزنقه. الكلام ده طبعا قبل ما يعرف ان حسام توفى. نزلوا وشالوا واحد من المصابين وانهى الحفلة عشان خاطر حسام توفى. ايه بقى اللي ما تصورش؟ اول حاجة قال عليها محمد رمضان، قال ان دي محاولة اغتيال كاملة الاركان، لكنه بعد كده قال ان بورتو مارينا اكدوا له ان تم تأمين المكان كويس وان دي مش محاولة اغتيال وان الحادثة حصلت قضاء وقدر. في ناس كتير عمالة تقول إن اللي توفوا في الحفلة 3، لكن اللي توفى هو حسام حسن بس، واتصاب 6. ربنا يشفيهم إن شاء الله ويقومهم بالسلامة. صعب نكمل في الظروف اللي احنا فيها. في واحد توفى، من رجاله الامن. استاذنكم الخروج، والف سلام عليكم، تخرجوا بالسلامه. مسؤولية اللي مات والمصابين والانفجار هتقع على مين؟ لسه التحقيقات هتحصل، هيتعرف ان كان في اهمال في الفاير ووركس ولا لا، هيتعرف هل هو قضاء وقدر، هل هيتعرف اي حاجة هتتعرف. المهم ان ان شاء الله هيحصل تحقيق في الموضوع، واكيد محمد رمضان برضو هيعوض اسرة الشاب اللي اكيد مفيش اي حاجة في الدنيا تعوضه.